لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 889 لواني كان تفسير قرآني بيرزبيم وخزمتان ومبس رزامن رب العالمين وهوادارم ايوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله خوشوستان لدواي اويك واخوي جور سبحانه وتعالى لسن آتك خوي جور عقيدة شركي بهم الشيوك بوصل كردوا إنزا فرمان بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ولدواي أبيش همو أواني شوين كوتي أو ذاتنا أو فرمانيا بيدكا بتشويك هل سكود بكن لمقام دعوة لقل ناركانيان. خذ العفو خوي جور دفرمي حتى بكري بعفو بسماحة لقليان بك وأمر بالعرف فرمان بتاكبك وأعرض عن الجاهلين لا بك ولا كسانش جاهل نفام. خذ العفو وكل التفسير السعدي ضلع هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم كواتا أو آتا كوكروي خوروشتي جوانا لقل خلشي كبتشي ويكبيست هالسكوتيان لقل بكي فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أو كوا بيوست لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل شوين كوتواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس شويك تعامل لقل خلق كنسيا أن يأخذ بالعفو يعني سأن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم واتا بوشيوي تعامل لقل مقابل كذبك ما سمحت به أنفسهم أو كوا أوان وكبلت سندي دليان ليدبي توا وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق أو كوالتوانايان داهيا لا كارو كردوا لخوروشت زياتريان لتكليف مكة فلا يكلفهم ما لم تسمح به طبائعهم أو اندان لداوانك كوا لقل طبيعتيان نقونزي بل يشكر من كل أحد قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك بلكو هركسك لقدرت أنا أخوي كواقساق يعني كردويشي تاك لقال لك أجر كميج بي قبولي بكلي وتداوي مثالية مكلا مقابلكت ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وهو تساوبوشي لتقصيريان بكا تساوبوشيان لبكا لا أوي كوا نقصاني وتقصيريان هي برانبر ولا تكبر على الصغير لصغره يتكبر لندا لسركاسيشي كسكالبر ويقسكي برانبري ولا ناقص عقل لنقصه ولا الفقير لفقره فهيش تكبر لبك لسركاسيك لندا عقلي خفيف وخوي بيوا قولت لسلبي ياخذ لسر فقير يقلب فقير يكي بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم وتلقى الحركسيك بوشي والتعامل بكاتا بما تقتضيه الحال حالتك كوبي ويزدكاو بتشيوك ضليان لبودا بيتو بوشي والتعامل على قلبك كواتا. خذ العفو وكل يقدان وكي الشيخ سعدي رحمة خوالي بي أو كوا تكليف واتا أويك لدستيان دي للتعامل كردن لقال لخوروشت با تكليف زياتريان لنكا واتا بكم راضي بلخوروشتي تساچوان بكم راضي بتصورنك او تصوراني اونك كوا اوان زور باش بن لقالي تسابوشيان لبكا لا تفسيري معارج دلي أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أي أو كسي كوا فرمان بساك ذكي ڕێگری لە خراپە دەکەی
إنك ستواجه ممن توجه لهم بيانك وتوجيهك أذى وعداء وكيدا وضرا. باش بزانە ئەتوو ڕوبەڕووی لە مقابل ئەوەی کەوا کەسانێک تەوجیه دەکەی ڕوبەڕووی کەسانێک دەبیەوە ئەزیەتت بدەن، دژایەتیت بکەن، هەوڵ بدەن زەرەرت پێ بگەینن. وستواجه سبابا وشتائم، لەوانەیە گوێنت پێ بدرێ، بێئەدەبیت بەرامبەر بکرێ. وإنك أمام هذه المواقف الصعبة بين خيارين، لو حالتش لو بەرامبەر ئەو مووقفانە ئەتوو لە بینی دوو اختیار دایی واتە سەرپشتی لە بینی دوو حاڵەت. یەکەم فإما أن تواجه من تعالجهم بمثل أعمالهم، یانەوە تەکاوە ئەوان بێئەدەب بەرامبەرت دەکەن ئەتوش بە هەمان شێوە هەڵوێستیان بەرامبەر بکەیەوە. فتخرج عن منهج دعوتك، لو حالتي ئەتوو لە منهجی داوە بانگوازەکەت دەردەچی. وتقيم بينك وبينهم عقبات، لو حالتي ئەگەر بە هەمان شێوە ئەتوش ڕەفتاریان لەگەڵ بکەیەوە، لەو حاڵەتەی چ لە بینی تو لە بینیوان دروست دەبێ؟ عقبات الخصومات فالعداوات، کەواتە لەو حاڵتەی کۆسب دروست دەبی، دەبنە خصمی یەکتری و دژایەتی یەکتری دەکەن. وهي عقبات كأداة تقيمها في طريق دعوتك فتمنعك من متابعة المسير. ئیتر ئەگەر ئەتوو بەو شێوەی هەڵسکەوتیان لەگەڵ بکەی وەکو ئەوان لەگەڵت دەکەن، لەو حاڵەتەی کۆسب لە نێوانتان دروست دەبی، دژایەتی لە نێوانتان دروست دەبی، کە ئەو دژایەتیە دەبیتە مانع لە بۆ ئەوەی کەوا ئەتوو بەردەوام بی لەسەر داوە بانگوازەکەی خۆت. کەواتە یان ئەو ڕێگایە دەپێشە، وإما أن تعفو عمن يسيء إليك، یانەوەتە ئەوەی خراپەت لەگەڵ دەکا ئەتوو عەفوی بکە، وتتغاضى عن چاپۆشی لە خراپەکەی بکە، وتبقي جسور الصلة بينك وبين من تسعى لهدايتهم ونصحهم وإرشادهم وموعظتهم قائمة. کەواتە ئەگەر اختیار دوم ئەوەیە چاپۆشی بکە و عەفوی بکە ئەوەی کە خراپەت بەرامبەر دەکا، تاوەکو پردی پەیوەندی لە نێوانتان هەر بمینێ، لە نێوان تو لە نێوان ئەوانەی کەوا دەتەوێت نەسحەتیان بکەی و ڕێنمونیان بکەی و هدایەتیان بدەیت بە ڕێگای ڕاست. وبسبب إبقاء هذه الجسور، ئیتر هەتاوەکو ئەو پردەش لە نێوانتان ببینێ، تستطيع متابعة مسيرك، دەتوانی بەردەوام بی لە بانگوازەکەی خۆت، لتغنم الثواب عند الله، تاوەکو کاتێکە لەو مەسیرە و لەو بانگوازەی خۆش بەردەوام دەبی، ئیتر تاوەکو هەتا بکرێ ئەجر پاداش زیاتر لە لای خوای گەورە بەدەست بینی. وعسى أن تظفر بمن يستجيب لك وتهتدي، کەواتە هەم لەلایەنی خوای گەورە ئەجر پاداش لە بۆ وەکو غەنیمەت دێ، هەم لەوانەیە بتەمایی ئەوەشکەوە ئەوەی کە ئەتوو هەوڵیان لەگەڵ دەدەی وەڵام بدەنەوە و بێنە سەر ڕێگای هیدایەت. وقد جاء التوجيه الرباني لوجوب سلوك سبيل العفو والإغضاء عن إساءة المسيئين، ئیتر ئەو تەوجیهە پەروەردگاریە هاتیە لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بۆی کەوا بەو شێوەی خذ العفو لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەروە لە بۆ شوێن کەوتوانی لە بۆ هەم بانگخوازێک کەوا بەو شێوەی تەعامل بکا لەگەڵ نارەکانی، بۆی کەوا خذ العفو دون عبارة فاعفو أو فلزم العفو أو فلزم سبيل العفو، کەواتە نافەرمی لێیان خۆش بە یان ڕێگای ڕێگای لێخۆشبوون بگرە بەر، نە دەفەرمێن خذ العفو، وەری بگرە، عفوی وەربگرە. دەڵێ لەبەر چییە؟ إن جملة خذ العفو تشعر بأن العفو شيء ثمين يؤخذ ويغتنم ويظفر به، کەواتە مانای ئەوە دەگەینی خذ العفو، عفو شتێکی زۆر بە قیمەتە، هەندێکەوە ئینسان هەوڵ بدا بە غەنیمەتی وەربگری و دەستی خۆی بگەینی تێو بەهۆیەوە سەرفراز ببیتن. ومرتبة نفيسة يحرص على الارتقاء إليها أهل البصيرة الإيمانية، كواتا خذ العفو نيفرم فعفو بەڵکو خذ العفو، عفو مرتبەی زۆر بە قیمەتە، شتێکی زۆر بە قیمەتە، هەوڵ بدە دەستت بگێ تاوەکو پێی بەرز ببیەوە، تاوەکو ئەهلی بەسیرەت و ئەهلی ئیمان بەو عەفوەی کەوا وەری دەگرن پێی بەرز دەبنەوە. هەر بەرەوەی خوای گەورە سوبحانه وتعالى یەک لە ناو پیرۆزەکە العەفو، خوای گەورە عەفووە سوبحانه وتعالى، عەفوی هەیە
لەگەڵ بەندەکانی اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وەکو ئەو دوعای کە هەمان زانین لە هەموو کاتێک و بە تایبەتیش لە دەشەوی ئەخیر ڕەمەزان پێ صلی الله علیه وسلم فێری دایکمان عایشە خوای ڕازی لە دوایش فێری ئومەت دەکات کەواتە ئەوە صفەتێک لە صفاتی خوای گەورە سبحانه وتعالى ئیتر چەند جوانە بەندەش خۆی بڕازێنێتەوە بەو صفەتێکەوە فعلا صفەتی عەفوی خوای گەورە لەو پەڕی عەزەمەت و قودرەتی کەوا عەفو دەکات سبحانه وتعالى کەسێکیش کەوا ئەگەر بەڕاستی بەتوانە نەبی ناتوانێ عەفو بکە کەسی بێدەسەڵات چ عەفو بکە یعنی ئیتر بەڕاستی وەرگرتنی عەفو مەنزیلەتی عەفو مەنزیلەیەکی گەورە و بەقیمەتە کەسێک کەوا وەریگرت و دەستی پێگەیشت پێی گەورە دەبی بەڕاستی ولد التحليل يلاحظ المتدبر كاتك زيات الليب كوري وكل معارج دلي زيات الليب كوري ولو حالته أن العفو له حلاوة في القلوب والنفوس كواتا براستي بيز قالواش قضية عفو كسك كبتواي مقابلك عفو بكا أو عفو حلاوة الشيرينية تيدا لبو أو كسك وخاون عفو مقابلك عفو دكا حسب الشيريني ومرتاحية دكا سبحان الله فمن عفا كسك عفوكر ذاق حلاوة العفو براستي أو كسا شيريني عفو دتشيجي والأشياء ذوات الحلاوات في الماديات تؤخذ حتى لنا ماديات يعني اشتك والشيرينة ما قر كسك باريزيها ببرام بس الشيرين أنا اشتي شيرين خوشة اشتي شيرين بطبع إنسان بي خوشة يعني حتى التعبير لكسك ذكي كوا خوش الدولة سن شيرين أو كسا كوا تا خواي جورا كوا بوشوي داينا دفرمي خذ العفو دفرمي عفو وربقرا براست عفو منزلتي شي برزه هول بدا دستي بيدا بقريو بدستي بينيو او قوريه بدس بينيو او ذات حسبك حلاوتك وتخوشك نادور درون هستي بيدا كي ويلاحظ المتدبر ايضا ان العفو يثيب الله عليه ثوابا عظيما جليلا وهرها او كسيكوا بتواني صفه عفو تيدا بلا مقابلكي براستي پاداش تيجي يكزار زور بدزدين لله پروردگار سبحانه وتعالى ويعلم أن المؤمن شديد الحرص على الظفر بهذا الأجر العظيم إيتر إيمان دارج بالتأكيد دبي زور حريص بلا سرك أجر قورة بدزبيني ولما كان الحصول على هذا الأجر العظيم الذي يأخذ المؤمن عند ربه إنما يأخذه بسبب العفو كان من فنية الأداء البياني البديع والأدب الرفيع إسناد الأخذ إلى السبب الذي يؤخذ به الأجر العظيم عند الله كواتا طبعا يقل مطلب كان همو إيمان دارش راستقينه وأزل بهذاش شي قورة بدز بيني إتي يقل سبب كان بدز هيناني أزل بهذاش قورة أو كوا عفو بدز بينا تاوكو لمقابل دا أزل بهذاش شي قورة بدز بيني تامو شيرينيش لنا ودلو درون خود بكو قوريش نشان دي لا برام بركات وجملة خذ العفو تدل بلازمها الذهني على النهي عن أخذ التشفي وكاتش كذا فرمي خذ العفو كواتا يعني تسمعنا ايش كاش ملازمة لبوي وتبهيش شويك هول مدى طولب كيو طولي شخصي خود مثلا ليه ما دوشت مان هي طولك كرنا ولا بديني خود طولك كرنا ولا بالشخصي خود ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتقامی لبا شخص خوی نکردیتو كوات كذا فرمي عفوت هبي بتابت لمقام دعوة هو بالتأكيد هو أتى بهش شويك واز لطول سنة وبكى ولا تأخذ التشفي لنفسك بالانتقام وبمقابلة السيئة بمثلها ومعاقبة المسيء من الذين تعاجم بها يستحق من عقاب كوات فكر لطول كرنوو بوش شوي كوان خرافة لقلب كان خرافة لقلب بكى ياخذ عقابي أو كسان بدي كوان خرافة عن كردية فحلاوة العفو ولذته مع ثواب الله العظيم أو حلاوة الشيرينية كوا لدرو درون هس بيدك مقابل وكاسانك عفو كده لقال أو أزر باداش تجوريك وبدست ديني خير لك من لذة التشفي العابرة فخوي طول السنوش نوع الشفاء تيدا بلام أو شفاء عابرة دروا بلام أبيدك التي قد لا تظفر بها وتزور زاران كطولات دتيبكيوا أجر طولشت كردوا فتريشي كما الشفاء يضل الدو دعاء لبيري دكي بلام
قد لا تظفر بها جاري واشد طولي خود بينا كريتوا وقد تجلب لك شرا كبيرا كفكر لطول السنة دكي لو أنا ياخذ دست بيكر بطول السنة ولو الشر شي قولة توجده مع ما تقيم من عقبات وجدر في سبيل قيامك بأداء رسالتك التي تحملها للإصلاح لم وهل وهابيز قالوش لو أنا أجر تولشت كردوا أو حلاوتك وحلاوتي تولك النوى فترش كما دروا يعني هر ناش تواني تولش بكيوا لو حاطي رأيك تقرتي تبر كوا فعلا لو بيني نا تولي خود كردوا نا براستي أو كساني كذا تدعوة شام بكي أو بردي كوا بردي التواصل لبين خوت أو بردشت بريو كوا هيتس مزالق نامني كوا لمسيركت بردوام ببي ومع ما تدمر من جسور بينك وبين من تعاجم الدعوة وبنصح والإرشاد والمعروف كواتا هم نتواني تولي خود بكيوا هم أو فرداني تواصل لبين مقابلكتا أواني شت بطران إيتر براستي حتى بكري إنسان واز لوي بيني كوا لمقام دعوة إنساني داعي بيس لوي قولتر بي هول بدا تنطولي لبو خودي خوي بكاتك وتخوذ العفو بقشتي أويكوا فكر لطول السنة ومك لبو حقي خود بتايبتي كاتك ولا مقام دعوي أسلوبي ناخوش وناشرين وبأدبي أو شتانت بران بردكري أتو سابو شبكة بكم يجلس ساكش رازيبة بو خرافي بران بري شدكري سابو شبكة وفكر لطول وانتقام مكوا لبروي عفو كرنا أولا لا يخوي جور أزر باداش شيء هي لبو خود جوري دنوين لبلامبر مقابلكت وهروها حلاوة الشيرين يشهيا وهروها بردي تواصل لبين مقابلكت بردوام دبي كوا روجك لروجان لواني والله دعوة كشت بداتو أو هدفك أتشهيت أو خلك بين السر أو راس طريق خذ العفو وأمر بالعرف يتر ليردا دوستين ببشتواني خاي يقول لواني داتو بقرين وخزمة دواته بردوان بين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون